بصوا انا عمال افكر في الحته دي انا عايز احط فيها كومودينو ماشي. وقلت ايه بفلوس الكومودينو دي ليه اصرف في فلوس كومودينو؟ محدش فينا بيستخدم كومودينو اصلا. فقلت ايه انا الفيديو ده لو جاب لايكس اول ما نزل كده جاب لايكس كتير كده انا ايه هحط هنا يوتيوبر. قررت هو كده بيعملوا اي حاجه بفلوس الكومودينو دي اجيب يوتيوب مش صوره، لا مش صوره، يوتيوبر جسمي يوتيوب احطه هو نفسه. يعني فاكريني بهزر صح؟ طب الفيديو ده لو جاب لايكس بقى انا قد التحدي وهعمل الموضوع ده وهحط اليوتيوبر ده هنا ونشوف هنحط مين. هو يوتيوبر هيبقى مفضل بالنسبه لي وبالنسبه لكم، ما تقلقوش من حاجه. انتوا عارفيني طبعا انا بحب كل اليوتيوبرز وبحبهم كلهم ولا عمري طبعا اتمنيت. وبفلوس الكومودينو دي نحط ايه اليوتيوبر بتاعنا المفضل وبالنسبه لنا وبالنسبه لكم. لو لاحظت اخر فتره الناس اللي متابعه انا ما بتكلمش على احمد حسن ولا بجيب سيرته في حاجه حفاظا على مرارتي وقولوني. حصل فيهم دمار، حصل فيهم من اول الناس اللي اشعرتني ايه ده؟ ايه النادر ده؟ وانا اتكلمت عنه منذ قبل البلوغ، قبل ما ابلغ تقريبا انا بتكلم على احمد حسن وبحاول اقنعه انتقد شويه اعمل شويه. اكتشفت ان انا اصلا بتكلم مع حاجه كاني بتكلم مع ذرات هيدروجين. اكتشفت ان هو ما عندوش خلايا عصبيه بلا جدوى. يعني اي نقاش هيحصل مع احمد حسن ده هيبقى بلا جدوى. ان انت تعمل كوبايه شاي ده افيد بكتير جدا من انك تخش في نقاش مع احمد حسن او تقنعه ان هو يبطل. لان انا اكتشفت ان احمد حسن ما حدش في العالم هيقدر يمنعه من اللي هو بيعمله. اصرار رهيب على القرف. السلام عليكم، انا قررت اعتزل اليوتيوب. انبسطوا افرحوا زغراتوا من هنا للسنه الجايه. احنا مش موجودين تاني على السوشيال ميديا، مش هنعمل لكم اي فيديوهات تاني، مش هكمل في اليوتيوب. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه زينب لما قلعت الحجاب في الجواز برضو قعدوا تتكلموا ازاي قلعت الحجاب في الجواز. صباح الخير، صباح الخير اجمل عيله في الدنيا. ده احمد حسن وزينب وحشتونا جدا. مهما عملت ديسلايك، مهما الغيت الاشتراك في القناه، انت بتكلم العدم، انت بتنتقد اللا شيء. احمد حسن من الناس اللي لو اجتمع الناتو الجيش الروسي واليونسكو ومنظمه حقوق الانسان عشان يوقفوه مش هيوقفوه. بطل احمد حسن، بطل بيقاوح علشان يشعرنا كلنا. واللي توصلت له في الاخر ان احمد حسن مشترك في منظمه ما لتحديد النسل او تقليل عدد السكان على كوكب الارض. فاحمد حسن بيقوم بدور بطولي. الفيديو ده انا عامله والله مش من الكره، بالعكس انا بدات اقتنع باحمد حسن. قبل ما نتكلم في اي حاجه لازم نبقى عارفين طبعا كلنا متفقين ان الحجاب فرض. مش انا الشخص الامثل اللي اطلع اقول لهم انتوا بتعملوا حاجات حرام وحلال، لان ده مش من حقي. بالنسبه اللي هتكلم انا ما بتكلمش في نقطه ان هي تقلع الحجاب او تلبسه، حريه شخصيه ليها، هي حاجه للبنت، حاجه بينها وبين ربنا، ما حدش يقدر يغصبها وما حدش يقدر يجبرها تلبس الحجاب او يجبرها تقلعه. كلنا هنتحاسب قدام ربنا، فمالناش دعوه بنقطه اليوتيوبرز بيطلعوا يقولوا حاجات غريبه. فخلينا ناخد الزاويه بتاعتي. موضوع النهارده وموضوع بيثير الجدل على السوشيال ميديا على كل البتاع. الناس عماله تقول ان احمد حسن وزينب قلعوا الحجاب. وطبعا اللي استفزني من الموضوع ده استغلال الدين، وان انت تستغل الحجاب عشان تثير الجدل وان انت تكسب تعاطف. تفهم كل حاجه مع بعض دلوقتي. بس اللي لازم تعرفه ان احمد حسن يعني الواد ده ما سابش حاجه الا لما استغلها. انت لو قلنا في حياه احمد حسن هيعرف يجيب بيك مشاهدات. لو نفتكر كده كان في موضوع حصل احمد حسن كان عملوا مقلب في بنتهم، يعني بنته الله يكون في عونها. لو نفتكر متفائل جدا ان ربنا يجيب بنتنا ايلين بالسلامه ان شاء الله. تخيلوا دي اللحظه يا جماعه المنتظره، بنت جايه في الطريق، بنت الجايه هي حبيبتي. يعني هو لو احمد حسن كان عارف يسقط كاميرا لايلين قبل ما تتولد كان سقط لها كاميرا علشان تفلوج. يعني عيطل بقى في الحته دي. فالحمد لله. بعد كده طبعا حصل المقلب اللي عمل له مشاكل. كان مقلب كانت زينب ما كانت لياطت وشها. اللي انت عملتيه في نفسك ده بس يخرب على منظرك الكوميدي. بصي وانا لو مكان ايلين هتبرق منك. صح؟ مقلب من المقالب المدهننه. زينب بتلايط وشها بفضلات تقريبا وبتخش اللي هو ايه ده ما عرفتنيش، ويكتب اللي هي ايه ايلين صارت خائفه. وبعد كده دخلوا ده في مشاكل كتير واداه المشكله الحبس، دخل في مشاكل كتيره جدا. فيا عزيزي المشاهد لو فاكر ان احمد حسن بطل بعد المشكله، ابدا بالعكس، جالنا بفيديو جديد اسمه بدايه جديد لسه بيبتدي. طبعا كان ساعتها الناس بتهاجمه وكان عنده هجوم شديد، فهو ما كانش عارف يعمل ايه. فطبعا لجأ لاخر كارت. هو كان احمد حسن كان عمال يفكر كده بعد حوار الحبس، بعد الليله دي كلها اعمل ايه؟ خليها تحمل تاني؟ لا بس قرف وبامبرز مع اسير الجدل ازاي؟ احمل انا طيب؟ لا بس مش هينفع، تبقى شكلها غريب قوي. اتبنى طفل اقول ان هو يتيم، بس اكيد الطفل مش هيطقني اكيد. بس لقيت
خش هات الحجاب من جوه. قالت له ايوه والله انا كان الايمان من امبارح حاسه بالهدايه كده. نزلوا فيديو مدته 10 دقايق بيتكلموا قد ايه الحجاب جميل وقد ايه هم مقتنعين بالحجاب، وقد 10 دقايق بيتكلموا بيقول فيه ان زينب 10 دقايق. صباح الخير. زينب لابسه فيها حجاب. زينب خلاص لبست الحجاب رسميا يا جماعه الحمد لله زينب لبست الحجاب رسميا. رسمي قبل كده ما كانش رسميا. زينب خلاص خلصنا اجراءات الحجاب، عملنا الرخصه طعمناها والحمد لله بقى كل حاجه رسمي. زينب هتحكي لكم التفاصيل كلها وازاي هي لبست الحجاب. ازاي يا زينب لبست الحجاب؟ ازاي يا ترى ازاي؟ بصوا يا جماعه احنا الفيديو ده بنعمله لان في رساله. تمام. ايوه انا عايز الرساله. تعالى لي بالرساله. تعالى لي بالرساله. رساله. تمام. ايه الرساله من الفيديو؟ ان في ناس كتير بتاخدنا قدوه في حاجات كتير ممكن تكون مش مهمه. يعني في ناس مش مهمه خدونا قدوه في الحاجات المهمه. عشان الفيديو ده عشان الناس كتير قوي بتاخدهم قدوه، يعني هم عارفين. مثلا بتبعت لي او بتبعت لزينب والله يا زينب انا عملت الحاجه دي عشان انت عملتيها قبل كده، انا رحت كلت في المكان الفلاني عشان انت كلت فيه قبل كده. ده منطقي. اي واحد عنده قدوه بيشوف القدوه بتاعته اتعشى فين وبروح اتعشى في المكان اللي القدوه بتاعتي اتعشت فيها. ربنا يثبتني عليه ويهديني ويهدي جميع البنات اللي بشعرهم. طبعا انا بعد ما شفت الفيديو ده شفت طاقه الهدايه اللي طالعه منهم. انا ما اكدبش عليكم، انا اشتغلوني. انا صدقت. قلت الحمد لله اهو يلا ربنا هداهم. بس كنتش عارف ان هم كانوا بيشتغلوني انا كمان. اكتشفت ان هو سيزون اصلا موسم عندهم بيقلعوا فيه الحجاب. الجو حر. ان هو يعني حاجه عندهم ايه متغيره يعني. واكتشفت كمان وانا بشوف الفيديوهات اكتشفت ان هي كانت في فتره بتقنع الناس ان هي كانتش محجبه اصلا. تتبرى من ان هي كانت محجبه، كانت بتطلع في البرد. هتشوفوا بقى في اللي جاي ده التناقض الغريب. يعني اللي بيعجبني في احمد حسن وزينب الذكاء المفرط وان هم اصلا مش متفقين على سيناريو يقولوه مع بعض. اتصلوا بينا كانوا عايزينها في مسلسل رسائل عز الدين وكذا برنامج كان معروض عليها كمان تقدم برنامج. بس كان مشكله ان هم عايزينها من غير الحجاب. يعني هي تقلع الحجاب مسلسل وكذا عمل اللي يدخلوا تقلع الحجاب فيه، فهي رافضه دوت اصلا. بعدها بالظبط خدوا جايزه احسن صناع محتوى على السوشيال ميديا. شفت ان هي في اللقاء ده ان هي كانت بتقنع الناس ان هي ما كانتش محجبه. يعني دي كانت تهيؤات دي. هو مش هو السبب ان انا اقلع الحجاب خالص. هو انا اصلا ما كنتش محجبه بره الفيديوهات دي حقيقه. ابتديت بقى هو يعني قال لي خلاص طالما انت كده مش محجبه فظهري بقى بحقيقتك وخلاص بقى. يعني الناس بقى هي محجبه من بقى بس من جواها كانت من جواها مش محجبه. سبحان الله. مع انها كانت لسه بتقنع المذيع ان هي جالها افلام ومسلسلات بطولات افلام ومسلسلات مع فين ديزل، بس هي رفضتها علشان فين ديزل ما كانش عايز نلبس الحجاب. وفي اللقاء ده ترجع تقنع المذيع انها كانتش محجبه اصلا. لا انا كنت محجبه. فهم بينسوا هم قالوا ايه في اللقاءات والبرامج، مش عارفين يكذبوا. فسيبك من كل ده خالص. احمد حسن من الناس اللي هي لو ما اصرتش يجي له ارتكاريه، يقعد يسهل كده لحد ما يشوف موضوع يصير يا لازم مشكله. بعد الفيديو الجميل البدايه الجديده اللي بدوها دي زينب لابسه فيها حجاب. زينب خلاص لبست الحجاب رسميا. طبعا صباح الفل. قلعت الحجاب. الموضوع اصلي قلعت الحجاب اصلي لبسته. اما نزل لايف اتضايق ان الناس بتنتقده. يعني احنا تعرضنا لكميه تنمر من حوالي. بص هو ده مش تنمر. انت بتقول تنمر عشان ما تقولش ان هي انتقادات. تنمر ده لما حد يجي يتريق على شكلك عشان بس ايه نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. اكتر من 3 سنين لحد دلوقتي متعرض لكميه تنمر محدش يقدر يتحملها، ولا بني ادمين عاديين لا بني ادمين عاديين ولا خارقين. لا اي حد في الدنيا يقدر يتحمل. ولو اي حد مكاننا كان انهار من فتره او فكر في الانتحار او انتحر او بطل يعمل الحاجات الغريبه دي. هو انت ليه مش حاطط؟ هو انت هتعمل فيديوهات تفكر في الانتحار؟ ويا ريت اللي ينصحنا نصيحه هنتقبلها منك لو انت بتنصحنا بادب واحترام. بص انا فاهمكم وعايز الناس يا جماعه تنتقدوا بحب، تنتقدوا برومانسيه عن كده شويه. الناس طف. احمد محتاج انتقاد فيه رومانسيه شويه عن كده. تعالوا نجرب مع بعضينا كده يمكن يحل عننا. حبيبي احمد، نور عيني، حياتي، قلبي، روحي، شوقي. احمد انت عارف انك بتقشعرني. احمد انت عارف ان انا نفسي يبقى ليا اطفال. احمد ده غلط. حبيبي احمد وزينب، حبيبك محمد كيو هيبطل. لو مكملين الفيديو لحد دلوقتي اكتب لي تحت تفتكر هيبطل. من وجهة نظري انا كزينب يعني الحجاب كنت بفكر البس الحجاب، كنت بفكر البسه
وكنت ناوية لما ألبسه ألبسه صح اللي هو من وجهة نظري أنا كزينب بيبقى الحجاب نازل لحد بطنها تحت. بصوا بغض النظر انتوا متابعين ان في اجيال صغيره بتتابعكم ولا ما بتتابعكمش؟ هو المفروض لو هتلبسي الحجاب تلبسيه صح. في طفل صغير ممكن يبقى ايه ده وانا مش بلبس البنطلون صح فما البسوش اصلا. تلاقي بقى لما تلاقي بقى عيال صغيره بقى ماشيه ببوكسراتها بالبوكسرات كده ماشيين بالبوكسرات ولا فاهمين حاجه. ها اصل انا ما بلبسش البنطلون صح فيلا بقى. انا مضايقني ان انتوا لسه برضو بتتكلموا في دين. يعني اطلعي قولي انا ما اتحجبتش وخلصت. هو يعني الناس برضو ما بتتكلمش في دين عشان يجي ياخدوا درس من حضرتك. الناس متضايقه انكم بتتاجروا بالحجاب. خلاص اسكت. اتعلم من غلطي. لازم اشوف حد بينصحني، مش حد لما بغلط بيطلع يسن السكينه وعايز يذبحني وعايز يقتلني وعايز يذبحك ايه يا ابني؟ انت في سوق الرقيق يا ابني. من امتى يا عم واحده محجبه مش محجبه في مصر بيبقى عايزين يذبح يا ابني؟ هما بيتكلموا على حوارات. انت عيل بتاع حوارات يا احمد. اقول لكم حاجه بسيطه. احنا كنا ممكن قبل ما زينب تقلع الطرحه اصلا وتكرر الموضوع دوت كنا ممكن نطلع لايف زي دوت، وقبل ما تقلع الطرحه خالص تطلع وتتكلم معاكم وتقول لكم يا جماعه اللي انا حاساه جوايا والاسباب اللي هي عايزاه يعني مخليها عايز تقلع الطرحه والكلام ده كله. كانت ممكن تطلع وتحكي معاكم. بس هل هي لو كانت طلعت وحكت معاكم انتوا كنتوا تنصحوها ولا كنتوا تفضلوا تشتموا؟ يعني هما دلوقتي بيكرموك دلوقتي. يعني خدت الحزام الاسود في الكاراتيه صح؟ ما بتشتموش. الناس اللي بتقول انتوا هي قلعت الحجاب عشان الشهره. شهره ايه يا جماعه؟ احنا لسه بادئين. احنا دلوقتي لسه بادئين على اليوتيوب ولسه بادئين. يعني احنا اكبر قناه على اليوتيوب المصري. بص يا احمد انا مش مستغرب من كل ده بصراحه. مش مستغرب من الناس ولا مستغرب من الحجاب اللي اتقلع واتلبس. انا سيبك بقى من كل ده خالص بقى. انا مستغرب من حاجه واحده. انت ازاي لحد دلوقتي بتقول قناه؟ والله العظيم يا احمد اسمها قناه. اقسم بالله كمان مره بنفكر نعمل كده ونقفل السوشيال ميديا خالص ونقفل على نفسنا ونعيش حياتنا من غير سوشيال ميديا فتره. بس المشكله ان احنا ماضيين عقود على نفسنا لسنين. انتوا عايزين تبطلوا فيديوهات وماضي عقود بسنين؟ عقود ايه دي؟ ده عقد الفيلم بيقعد 3 شهور يا ابني. انتوا لسه بتفتوا يا ابني. ايه يا احمد اللي بيقعد سنين ده؟ ايه ماضي مع ليفربول يا اسطى؟ معلش مجبرين كلنا نقعد نتفرج على الفيديوهات دي عشان ايه؟ عشان ما احمد ماضي مع الفيفا. الفكره كلها ان في اطفال بتتفرج عليكم وفي اجيال طالعه بتتفرج عليكم. في اطفال هم مش عارفين اصلا بيتفرجوا على ايه، وانتوا عارفين ان معظم او الاكتر ده لو ما كانش الكل سن صغير اللي بيتفرج عليك. ما انت في ناس بتاخدك قدوه زي ما انت قلت. انت نفسك قلت ان في ناس بتقلدك. اكيد طبعا مش بشجع الناس ان هي تشتم او تتكلم باسلوب مش كويس. وصلوا الفيديو ده. لو الفيديو ده وصل ل 50,000 لايك، الفيديو ده وصل 50,000 صدقوني هحط هنا يوتيوبر مفضل.